في فيديو اتصور بالليل. 4 شباب دخلوا مكان مهجور، صوروا كل حاجة، لكن المشكلة مش في اللي صوروه، المشكلة في اللي اتصور لوحده. في آخر 3 ثواني من الفيديو كان في حد واقف وراهم، حد محدش شافه ولا حس بيه، لكن الكاميرا شافته. دي قصة طاحونة كرداسة. في كرداسة في طاحونة قديمة مهجورة من سنين طويلة، محدش بيقرب لها، مش عشان شكلها مخيف، لكن عشان اللي دخلها رجع بشيء معاه. المكان ده كان زمان شغال، ناس بتدخل وتطلع، أكل، شغل، حياة. لكن في يوم كل ده وقف فجأة، ومن ساعتها الطاحونة اتقفلت والحكايات بدأت. ناس تقول إن في ست كانت عايشة هناك وإنها ماتت جوه، وإن روحها ما خرجتش، وأي حد يدخل المكان بيبقى مش لوحده. في ليلة 4 شباب قرروا يروحوا، مش عشان يستكشفوا، لكن عشان يصوروا فيديو. وصلوا المكان، الدنيا كانت ضلمة والطاحونة واقفة لوحدها، ضخمة ساكتة، لكن شكلها كأنه مستني حد. الباب الخشبي كان مفتوح سنة صغيرة. أول ما دخلوا حصل حاجة غريبة، الجو برد فجأة، برد مش طبيعي. واحد فيهم قال: إحنا كنا في الحر، ده إيه؟ لكن محدش رد، لأن في حاجة تانية، ريحة مش مفهومة، خشب قديم، تراب، لكن في حاجة تانية، ريحة أكل. قالوا: مين هيطبخ هنا؟ مفيش إجابة، بس طلعوا فوق الدور الأول. الأوضة كانت واسعة جدا، فيها ماكينة طحن قديمة، لكن في حاجة مش منطقية، كراسي مرصوصة وترابيزة طويلة وعليها أكل حقيقي، فراخ مشوية، رز، عيش، والأكل كان سخن، البخار طالع منه. وقفوا مكانهم، حد قال: في حد هنا. حد تاني قال: نمشي دلوقتي، لكن الكاميرا كانت شغالة. واحد فيهم قال: نصور بسرعة ونمشي. بدأ يصور الأكل، الكراسي، المكان، وفجأة الكاميرا واجهت. الصورة بدأت تبوظ، تشويش، صوت كهرباء، وبعدين ظهر وش ست كبيرة لابسة اسود، وشها أبيض جدا وعيونها سودة بالكامل. كانت بصة للكاميرا، سكتة لحظة، وبعدين قالت: جايين تاكلوا معانا؟ في اللحظة دي هربوا، جريوا، سلم، باب، شارع، محدش بص وراه ولا حتى حاول يفهم. فضلوا أيام مش قادرين يناموا، كل واحد فيهم كان شايف نفس الحاجة، الوش والعيون. بعدها قرروا يشوفوا الفيديو بدأ عادي، المكان، الكراسي، الأكل، لكن فجأة كل ده اختفى. الأوضة بقت فاضية، مفيش أكل، مفيش كراسي، مفيش أي حاجة، كأنهم عمرهم ما كانوا هناك. لكن في آخر الفيديو، آخر 3 ثواني، كان في حاجة. الشخص اللي بيصور كان واقف، لكن مش لوحده، كان في ظل تاني ورا منه، طويل، شكل ست واقفة جنبه وإيدها على كتفه، وهو ما كانش حاسس.
ولا حتى التفت. من اليوم ده كل حاجة اتغيرت. واحد فيهم بقى يسمع همس، واحد بقى يشوف ظل وراه، واحد بقى مش عارف ينام. لكن في واحد اختفى. آخر مرة اتشاف فيها كان واقف قدام الطاحونة بيبصلها وبيبتسم، ابتسامة مش بتاعته. نادوا عليه مردش، قربوا منه اختفى في لحظة. والطاحونة كانت مقفولة، لكن الباب كان موارب. لو كنت مكانهم كنت هتدخل ولا كنت هتمشي من أول إحساس؟ ولو شفت الفيديو ده كنت هتصدق ولا تقول عادي؟